الرحمن الرحيم. معانا نماذج وشخصيات جميلة النهاردة، جايين كلنا نقول لمصر انت أمي. الدنيا كلها بتشهد جمالك وروعتك، واحنا عايزين نقول للعالم كلمة من خلال صباح الخير يا مصر. تقول ايه ام عليك وتعرفنا ام عليك؟ احنا بنشوف الحزب بيقوم على نشاطات عديدة، في اللي بيعمل كتب للأطفال مجاني، وفي اللي بيقدم لبس للأطفال. كل واحد بيقدم حاجة بحيث ان هي تبقى منظومة متكاملة. تقول ايه وايه رأيك واحنا فعلا بنقدم الجديد للشارع المصري؟ اكبر زملكاوي في مصر. طبعا لازم يبقى في مبادره، التعاون مع بعض. ابو عبده عيلنا ابو عبده، يلا يا رجاله، واللي عايز ينضم للمبادره، المبادره دي بدات فعلا؟ المبادره فعلا بدات، والمقر بتاعها موجود هنا في المنصوره. اي حد محتاج اي حاجه طبعا انا يعني دعوة مننا للمشاهد، أي حد محتاج خدمة في طب الأسنان ده خلاص اوريدي تمام. يعني أي حد يجي لك وماسك كرنيه حماة بطن افرحوا بقى. لا بس في كل أي مبادرات، احنا شفنا خالد برضو ومحمد أخوه ما شاء الله كرنيها اهوت، وهي مبادرة لنا كلنا. يلا كل اللي بيشتكي من حاجة يجري أواه. الدكتور برضو من قول حضرتك عن مبادرة بالقاس وارجع أكلم الدكتور. عملنا مبادرة قيمة برضو في مركز بالقاس تبع حزب الأمان الوطن للعيون، قسم الجلدية، شامل كل المجالات. احنا بنشوف الوقت القوافل الطبية مية الشارع في كل مكان. بالظبط كده، احنا عارفين الحالة الاقتصادية للبلد خلاص في أول نعذر الناس، فبالظبط بالتالي بنحاول نخفف عنها. يعني عملنا قبل كده مبادرات منافذ السلع الغذائيه، منافذ التموين والسلع الغذائيه، وزي ما قلت لحضرتك قبل كده عملنا تكريم الشهداء، تكريم اوائل الثانويه العامه، تكريم اوائل الطلبه بصفه عامه، اوائل الطلبه الازهريه. يعني حزب حماة الوطن الحزب فعلا نشأ ليكون كبير. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بتقول ايه يا واد يا نعم انت؟ قول. بقول الله اكبر يا ابو عبد. بس كده. وتقولي ايه يا دكتوره؟ كل سنه وام عليك طيب. تقولي ايه؟ اعملي بس مع الشباب ورا عمر، شباب المستقبل. تبع حزب حماة الوطن له خصم 50% عندنا في العياده في احمد ماهر في المنصوره، ممكن توزعيها عليهم. تمام موزع. واحنا برضه اللي عايز الصور التربيه البشريه تبع الدكتوره فاطمه شريف، اظن اللي دايما هو فعلا التاريخ والملاجئ والحاجات دي بنقدم الخدمات المتوفره عندنا. انت عايز رقم البنت جبته لي؟ ايوه والله. يعني انتوا بادئين مبادرة لطب الأسنان، والمبادرة الثانية للتنمية البشرية. لا انا يا عم ماليش في الكلام ده، ضرب عالي يا عم. ان احنا نقدر نديهم كورسات كمان ان هم يعرفوا يتعاملوا لا احنا شفنا الرئيس عامل مبادرة بداية، دي بادئة من فوق لجميع المحافظات. والله ده رقم. والدكتور سيد الفقي بيدعمها وشغال عليها وبتوع التنمية البشرية فعلا حسوا ان فعلا اتقدم لهم حاجة ومسكوا فيها بايديهم واسنانهم. احنا فعلا ماشيين في اماكن التنميه البشريه تبع الرئيس، وبنمشي تبع الوفود باذن الله. ما هي كل محافظة دلوقتي حطت بداية في حيز التنفيذ، وبدأوا فعلا يعلنوها على الجميع، وفي ناس كتيرة فعلا اشتغلت عليه.